مساء الخير، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أحمد عادل عطلة، استشاري نساء وتجميل العقم وتأخر الإنجاب. النهارده عايز أتكلم معاكم عن موضوع مهم شوية، وهو موضوع شائك نسبيا يعني، ألا هو موضوع الالتهابات المهبلية، سواء إذا كان عند السيدات أو عند البنات، الليديز فيرجن. طبعا عايز اقول اولا اقسمها شقين، ان هو الموضوع في التعامل مع الحالتين بيختلف تماما. الاثنين مش نفس الطريقه، الاثنين مش نفس الاسلوب، الاثنين مش بيتعالجوا بنفس السيستم، وفي حاجات بتكون اكسبتد ومقبوله ممكن نستخدمها في حالات السيدات، لكن مش مقبوله احنا نستخدمها في حالات البنات. ابسطها مثلا لبوس المهبلي. تمام. عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان الموضوع ده بيتكرر على مدار السنه في اوقات معينه ليها علاقه باختلافات الفصول، وتحديدا فتره الصيف، نتيجه الملابس التايت اللي بنلبسها شويه، نتيجه ان في عرق، في حركه كتير، فبيكون في نشاط اكثر ظهورا وشيوعا للبكتيريا والفطريات. تمام. فنلاقي دايما الفتره بتاعه تغيير المواسم ودخول فتره الصيف بالذات بيكون السيدات اكثر عرضه لهذا النوع من انواع الالتهابات، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. فالموسم ده او الفتره دي تحديدا لازم تبقى ست عامله حسابها ان هي لازم تهتم بالبيرسونال هايجين او النظافه الشخصيه بتاعتها بشكل زياده شويتين ثلاثه. يعني تشطيف المبايد ده شيء رئيسي، اتليست يتعمل مره او مرتين في الاسبوع لو هي امكن حاجه زي كده، او لو ما عندهاش التهابات تمنع من اجراءه، ده رقم واحد. او ما عندهاش حساسيه في الجلد، وتختار النوع المناسب ليها اللي ينفع تستخدمه، لان في بعض الانواع ممكن تسبب ليها هي حساسيه، مش قصور او مشكله في الدواء او في التشطيف، لكن هي اوريدي سنسيتيف شويه او جلدها حساس شويه لبعض المنتجات او بعض التركيبات الطبيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، مهم جدا الفترات دي ان احنا نقلل استخدام الملابس الداخليه السنسيتيك، يعني نبعد عن اللونجي او الملابس الداخليه او البانس او whatever ان هي تكون مصنوعه من مواد سنسيتيك، يعني مواد فيها مصنعه زياده. بنحاول دايما نرجع في الفترات دي الى الملابس القطنيه. ومهم جدا جدا في اثناء او في حالات حدوث الالتهابات ان يتم غسل الملابس، ولازم تتعرض لدرجه سخونه عاليه جدا جدا، واثناء عمليه التنشيف لازم تتعرض للشمس، ودي نقطه مهمه قوي قوي قوي. يكون الموضوع بشكل بريودك او بشكل منتظم، يعني يبقى موضوع التنظيف او ان هي تاخد شاور وتغير الملابس دي بشكل منتظم. دي اجراءات بيزك على فكره ليها علاقه بالهايجين والسانيتيشن بتاعت البيرسون، يعني بيرسونال هايجين مش اكتر من كده، او النظافه الشخصيه. مهم جدا الفتره دي زي ما قلت برده كمان ان احنا نحاول نبعد عن حاجات او الاكلات اللي بيكون فيها نسبه سبايسز عاليه، لان دي برده من الحاجات اللي ممكن تزود الموضوع ده بشكل غير مباشر. طيب يا دكتور، احنا خلصنا الثلاث اجزاء دول العاديين اللي هو فيما يخص السيدات. فيما يخص جزئيه العلاج بتاعت حاجه زي كده، العلاج بتاعهم بيكون متطلب بوينتس كتيره، سواء كان بقى التهابات فطريه او بكتيريه بناخد الانتي بيوتيك عادي خالص، التهابات فطريه بناخد الانتي فانجل عادي خالص او مضاد الفطريات. وفي نفس الوقت مهم جدا جدا استخدام اللبوس اللي بيكون شق رئيسي اثناء عمليه العلاج. طب يا دكتور، توقيت اخذ البلوس، هل انا باخد اللبوس من اول ما يحصل انفكشن؟ لا، هو الطبيعي عشان استفيد بيه كويس، لو انا النهارده عندي افرازات مهبليه شديده نتيجه وجود التهابات او مشاكل فطريه او بكتيريا، بيكون في احتقان في المكان ده، بتكون الانسجه اللي موجوده في منطقه المهبل مش افضل شيء لعمليه الامتصاص، بالعكس تكون متورمه وبتعمل ترشيح زائد الافرازات الموجوده. فمهم قوي في الفتره دي ان انا افكر في الموضوع بالمنطق، حتى حسبه منطقيه بعيدا عن دراسه، يعني بعيدا عني كدكتور، يعني بالمنطق. انا النهارده لو استخدمت البوس نتيجه وجود درجه حراره عاليه في المكان ده بسبب الالتهابات والافرازات الموجوده والاديمه او التورم الموجود في منطقه المهبل من تحت، هيخلي البوس يتم انه يدوب بسرعه جدا جدا، ولا يتم امتصاصه نتيجه وجود طبقه عازله من الافرازات الموجوده نتيجه غزاره وكثافه الالتهابات في الفتره دي. فمهم جدا ان في اول فتره في العلاج باخد الادويه اللي تقلل الالتهابات وتقلل الافرازات، وبعدين ابتدي استخدم في الشق الثاني او من الاسبوع الثاني اللبوس المهبلي، هيجيب معايا نتيجه ساعتها، هبقى ضامن ان الافرازات بدات تهدى. فلما اجي احط اللبوس او استخدمه هيتم امتصاصه بشكل افضل من ان انا احطه ولسه الجدار بتاع المهبل او المنطقه ملتهبه زياده وفيها اديمه وفيها ترشيح. فدي تبقى مهمه جدا جدا في الاجراء. طب يا دكتور، هل ده ينفع عند البنات؟ طبعا، لان احنا مش هينفع يتم استخدام اللبوس في حالة البنات، فبنعتمد اكتر على ان احنا بناخد الادويه بتاعتنا كلها اورال. مهم قوي الفتره دي ان احنا ناخد الانتي بايوتيك، ناخد الانتي فانجل حسب بقى نوع الالتهاب الموجود عندنا، والاهم من الكلام ده كله ان احنا لازم ناخد انتي انفلاماتوري، يعني ناخد ادويه مضاده التهاب، انتي انفلاماتوري او انفلاماتوري دراجز، ولا بقى طريقه البرونسيشن هي ايه بالظبط، بس بيتاخد عشان خاطر يقلل الالتهاب والترشيح في هذه المنطقه. فده شق رئيسي جدا جدا وقلناه. نبقى عارفين في اوقات معينه في السنه بيحصل فيها الموضوع ده. طب يا دكتور، دلوقتي بالنسبه للنساء الشق عندهم سهل خلاص، بناخد العلاج، مفيش لبوس بنستخدم، التشخيصات الخارجيه وشكرا على كده. طب بالنسبه للمتزوجات، الفتره دي يمنع فيها الجماع تماما، دي نقطه. رقم اثنين، لازم نسال الزوج. تمام، والله حضرتك دلوقتي بتعاني من التهاب او حرقان اثناء التبول؟ لا والله يا دكتور مفيش حاجه. طب انت حاسس ان في اكلان او ايتشنج بسيط موجود على العضو؟ لا والله مفيش حاجه. طب احنا اوتوماتيك في الفترات اللي زي دي بنبقى عارفين ان الانفكشن عند الست معديه، تمام، وبيحصل معاها بشكل دوري نسبيا، فبنقول لها ان في شق من العلاج وده رئيسي جدا لازم تاخده الزوجه ولازم ياخده الزوج. ولازم اهم نقطه في الموضوع ده ان اثناء فتره تلقي العلاج لا يتم حدوث اي نوع من انواع السكشن انتركورس، ما يكونش فيه جماع نهائي، بسبب ان احنا ندي فرصه ان يحصل ان شاء الله لو في حتى ايفن ساعات مع الالتهابات الشديده بيحصل جروح بسيطه موجوده في منطقه المهبل تحت. طب الجروح الموجوده دي هتبقى بالنسبه لنا ميديا مش لطيفه للبكتيريا والفطريات اللي هي اوريدي موجوده في المكان ده. فاي احتكاك زايد مع نسيج ملتهب هيزود المشكله اكتر عندنا.
فناخد بالنا ان الفتره دي بيمنع فيها الجماع، نخلص كورس العلاج عند الزوجه، ناخد الدوز بتاعنا من اول اسبوع التاني من العلاج عشان نستفيد بيه في عمليه الامتصاص. والشق الاخير ان احنا لازم في جزء من العلاج بياخده كمان الزوج مع وقف الجماع، وباكد عليها تاني وقف الجماع وقف الجماع. وفي اغلب الحالات ممكن ندي الزوج العلاج حتى لو هو ما اشتكاش، لان ساعات بيبقى الانفكشن او العدوى عند الرجل بتاخد فتره اطول لحد ما يحصل لها ظهور او بروز العلامات بتاعتها، على عكس الست الموضوع عندها بيكون مش ايزي وفاستر، بيبقى الموضوع عندها اسهل واسرع في ظهور العلامات او الاعراض اللي عندنا بشكل افرازات بتنزل مباشره، لكن الراجل ممكن تتاخر شويه. فعشان كده في الفتره دي بيوقف الجماع، بناخد العلاج عند الزوج وعند الزوجه. اما بالنسبه للبنات احنا قلنا الموضوع سهل جدا، وقلنا نقطه مهمه جدا 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 هي البيرسونال اورال هايجين. البيرسونال هايجين دي في غايه الاهميه، تمام؟ ودي جنرال مش بس بيرسونال في المنطقه دي، في اي حاجه في الجسم يعني، حتى ايفن اورال هايجين امبورتنت يعني، غسل الاسنان والكلام ده دي حاجات من بيزك يعني، مش هنتكلم فيها بعيدا حتى عن مجال شغلنا او مجال شغلي كنساء ولاده، بس يعني دي كلها بيزك. بيرسونال هايجين نقطه مهمه جدا 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 جدا. طيب النقطه بقى الثانيه اللي دايما بلاقيها في اللايفات كتيره بتسالني اسئله، يا دكتور دلوقتي انا اثناء عمليه تنظيف المنطقه السفليه فساعات بعمل ازاله لبعض الافرازات اللي موجوده او متكتله بالجوار الشفرات، هل ده اجراء صح ولا غلط؟ هرجع تاني يا دكتور واقول لكم ببساطه يا جماعه، ده اجراء مش صح يتعمل على طول، وخصوصا لو انت واحده بتعملي ده باختلاف ضوافرك او الى اخره من الكلام ده، ممكن يكون اصلا ضوافرك نفسها مش نظيفه، تحتها في تراكمات في تراب في اي حاجه، فممكن تعمل سكراتش تعور المكان ده وتنقل لك التهابات، يعني انت داخله بتنظفي حاجه اذيتي نفسك بشكل ثاني غير مباشر. ده رقم واحد. رقم اثنين، دكتور تبيع تاثر على غشاء البقاره، يا جماعه لا، هي مش تاثر على غشاء البقاره، وزي ما شرحت قبل كده في فيديو كامل بشرح فيه الغشاء مشاكله ايه ونتعامل معاه ازاي والى اخره من الكلام ده كله، واصلا يعني ايه كلمه غشاء، وهل كلمه غشاء دي وصف دقيق للشكل ولا هو لا هو عباره عن كتله لحميه شويه ليها بروز، مش عباره عن حته ورق او منديل، وده مشروح مش هنتكلم فيه تاني في فيديو من الفيديوهات القديمه اللي هو موضوع غشاء البقاره. بس الفكره اللي عايز اوصلها ان الاجراءات دي بتاعت التنظيف بيكون ليها ظروف معينه، ومش من السهل يا جماعه اثناء التنظيف ان يتم اصابه الغشاء، تمام؟ وبالذات لو انت اتفرجتي على فيديوهات وفهمتي شكله عامل ازاي ومكانه عامل ازاي والاجراءات عامله ازاي، اتس اوكي. عمليه الشيل والتنظيف في المكان ده كله لا يتم استخدام اصابع ولا يتم استخدام حاجه without septic precautions من غير نظافه، فمهم قوي الموضوع ده. طب يا دكتور هل هيحصل فض لا قدر الله؟ مش هيحصل فض يا دكتور، اصل انا وانا بنضف لقيت نقطه دم او نقطتين نزلوا عليا، يبقى انت يا فندم عملتي حاجه غلط او انت عورتي نفسك في المكان ده نتيجه ان انت بتعملي ده بايدك، وطبعا دي حاجه لا هي هايجينيك ولا هي صحيحه ولا هي ادميه ولا يعني لا تمت للمنطق المصطلح. السؤال ده بتساله كتير جدا، فبعد اذنكم رجاء هذا المكان ليس مكان للعبث، نحاول على قد ما نقدر نتجنب. سؤال برضو تاني واتسالته وده سؤال مهم جدا جدا لجزئيه البنات، دكتور والله انا بسال سؤال، هل لما بيحصل اي استثاره سواء بقى، ويمكن في البنات عشان ده اللي بالنسبه لهم غريب ومش فاهمين، السيده اتس اوكي، لكن بالنسبه للبنت بتروح حصل استثاره بشكل او باخر، فانا اثناء الاستثاره لقيت فيه انخفاضات عندي شديده جدا جدا تحت افرازات، هل ده فض الغشاء؟ لا يا جماعه، دي حاجه مالهاش علاقه بفض الغشاء خالص، ده عباره عن استثاره حصلت نتيجه اي موقف او ظرف معين نتج عنها ان احنا ببساطه شديده حصل شويه انخفاضات تحت كنوع من انواع الاستثاره لا اكثر ولا اقل، ودي ليس لها اي تاثير تماما نهائيا على الغشاء ما لم يتم لمس هذا المكان. وباكد يا جماعه لو سمحتوا يا ريت يعني ايه نتجنب ما هو ليس ضروري، يعني اللي هو نحاول نوفر على نفسنا الحاجات اللي نوت امبورتنت او مش مهمه بالنسبه لنا، نحاول نتجنب ان احنا يعني نتدخل فيها. فانا كده بس وضحت نقطه مهمه جدا، ان في اوقات معينه بيكون الفتره بتاعه الالتهابات فيها عاليه جدا، ناخد بالنا من ده. طريقه العلاج عند السيدات ليها سيستم ميكانيزم، في ادويه ينفع للسيدات مش هتكون مناسبه للبنات. موضوع التنظيف بتاع الغشاء هو ليه طريقه بسيطه جدا، واهم نقطه يا جماعه في المكان ده وهي عمليه تنشيف هذه المنطقه. مهم قوي قوي بعد اي اجراء وبعد ملامسه الميه للمكان ده ان يتم تنشيف هذا المكان بتكنيك معين، وهو مش تكنيك الحك، مش فريكشن، انا بستخدم حاجه معموله بالقطن وبعمل بيها طبطبه على هذا المكان، مش بعمل فريكشن ولا حك، لان ده ممكن يزود التهابات او ممكن يعمل تعويض مينيوت صغيره، شويه جروح صغيره بسيطه جدا 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 تؤدي لالتهابات بعد كده، فبيبقى الموضوع تنشيف طبطبه. ما ينفعش اسيب المكان ده هيوميد او رطب او ويت بعد اي اجراء وبعد ملامسه الميه، فلازم يتم تنشيف الموضوع ده كويس جدا جدا. ده غير ان عدم التنشيف بيؤدي لتراكم الميه، والميه بتاعتنا فيها نسبه كلور عاليه، فده بيؤدي الى غمقان المناطق الحساسه، ودي حاجه اغلبكم بيشتكي منها، فما نعملهاش ونرجع ندور على الطريقه عشان نصلحها. فاتمنى ناخد بالنا من الجزئيه دي، وان شاء الله يكون فيديو بالنسبه لكم لطيف، وستي تيون في ماتش مور فيديوز، تمام؟ وان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتيره جدا جدا لطيفه بالنسبه لكم الفتره الجايه، وباذن الله تستمتعوا بيها. ثانك يو سو ماتش، وميرسي جدا جدا للمشاهده ان شاء الله. وطبعا زي ما قلنا في ارقام تليفونات عشان خاطر حجز في العيادات او في المراكز، تمام، الخاصه بيا، بلس ان في رقم استشاره طبيه هاتفيه نقدر نتواصل من خلاله مع السكرتاريه لحجز الاستشاره الطبيه الهاتفيه سواء جوه مصر او بره مصر. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، وميرسي جدا جدا ليكم، وستي تيون في ماتش مور فيديوز. باي باي.